بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن الحمد لله العزيز الوهاب، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. في هذا الشهر الفضيل وليلة القدر نسأل الله أن ينفعنا وأخواننا الحاضرين السامعين بكلمات الله وأحاديث النبوية، وأن يضيء حياتنا بأنوار القرآن الكريم. موضوعنا كيف حفظ الله سبحانه وتعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. في أحد الأيام يروى أن الشياطين اجتمعوا، أي تحدرت من كل شعب، لكي يهجموا ويحرقوا النبي محمد، أي يحرقوا وجهه عليه الصلاة والسلام. ويقال أتوا وهو يصلي، يروى أنه كان يصلي، وجاء أحدهم بيده شعلة من النار، يك الشياطين آقر دستيده قال بيغمبر بشوتين عليه الصلاة والسلام. أراد أن يسوء للنبي محمد، فهبط جبريل في الوقت ذاته وقال: قل يا محمد. قال النبي: ماذا أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير. فطفئت نارهم وهزمهم الله سبحانه وتعالى، حفظ نبيه من كيد الشياطين والجن. وهناك مواقف أخرى حفظ الله سبحانه وتعالى نبيه من غدر المشركين آنذاك. يقال أن يوما من الأيام قديما كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلي قرب الكعبة. نبي محمد أراد أن يصلي قرب الكعبة. ذكر دي بيجم هنا قافع عمك يا خمر هات جم كعبة قاميش بك أم قزام في زماني ويدا أو تنبون كمان بيجن، يعني أنبياء تنبو بس نبي محمد قريش يباورنك ومحارباي كرن. طبعا الحمد لله محافظ كريسترسين مشوار بيجن ومقزان في شاب وقصة تاني، ومن هاشور نادي بيجن ولقب لي إن شاء الله. بري أشور كمل بكم مشوار بيجن نافيوي. اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ذرية إسماعيل الذبيح ابن إبراهيم عليهم السلام. نبي پیغمبر بو وأجداد دوي حتى تجي نبي الله إسماعيل عليهم السلام. فأمي بين قصتان وقتين نبي محمد هات جم كعبي ميش بك أبو جهل ديابو أذيب جين پیغمبر عليه الصلاة والسلام. نبي محمد هاد سجد بميش بك جيرقوتي أبو جهل هم هات ميشكر أزي بيسري تبكر حاشا. فجاء أبو جهل وقال
أدوس على رأسك إن سجدت قرب الكعبة. فالنبي محمد لم يهتم له وصلى. فعندما صلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام تقرب منه أبو جهل، فحاول أن يؤذي النبي محمد عليه الصلاة والسلام فلم يستطع. الله سبحانه وتعالى هنا يحفظ النبي محمد من كيد المشركين أيا كان. فقلنا أن أبي جهل تقرب أن يؤذي النبي محمد عليه الصلاة والسلام فلم يستطع. لماذا؟ لأنه رأى نار، خندق من النار. قال هذا الشيء، هذا الموقف النبي محمد للصحابة، قال أبي جهل تقرب، ولكن إن تقرب أكثر وحاول إساءة إلي لأخذته الملائكة. يعني بلا خبرني نبي محمد ميش ذاك الله يبويا وقيفنات كافرة ويكشوان أبو جهل يكش مظلة قريش من كبار قريش أبو جهل. فلم يستطع أن يمس النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فتراجع وتعجبت قريش، لأن لا أحد يستطيع التقرب إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام آنذاك إلا قليل منه. فسألته قريش ماذا رأيت يا أبا جهل؟ أبي جهل. قو أبي جهل قلت تشدي، قو والله تشتي مديد، قو كسي نادي، قو هاقو وتشتي مديد، قو إلهم حياة خد دقر يابان. الله أعلم كأقرك هاد بشيء بيخبر وصف كر قو خندق من النار. وموقف آخر قبل أن أختم، نبي محمد لم يتوقف المشركون عن المحاولة في الإساءة له، واستمر في فتح مكة وفي المعارك وفي الكثير من الغزوات. هنا في أحد الأيام اتفقت قريش على أن يتخلصوا من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فاتفقت مع شخصان. بيجيب قريش اتفق بو ضده زلاما بعلمينا والدرك يبسك انه بيجن كوخك بان تشيكي بلندا بس بيجن كوخه هناك بين داره. ف قوي نبي محمد بيروني وهون يجي كفر بسرسريد بينوفات، وبنفس اللحظه يا بيغمبر انتهى حاشا وحفظه الله. فعندما جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكيد هذه دعوة، فجاء وجلس أثناء الحديث أفهرد وانا أبدو اختهات قادرين كبر سبي خبر دبابين أزيد كل بيجم اللي هنا كان فعمناك معلم. فكفر حاضر كان قابابين نبو بيجن مدة يعني قصيرة والنبي محمد لهيبوي. فأنا هاتك كفر بابي قريش ويلهيك آخفته. ففي هذه الحالة أرادوا أن يسقطوا الحجر فوق النبي رأس النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فنزل جبريل حالا وأخبر النبي محمد أن انهض يا محمد حالا دون أي حركة، يعني دون أي كلام. فنهض النبي محمد عليه الصلاة والسلام مسرعا من ذلك المكان وعلم بذلك الأمر. هذه كلها نعم من رب العالمين لنبيه محمد سيد البشر وسيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام. إلى هنا نختم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.